هي من مدن شرق السودان التي تقع على البحر الأحمر. عبر هذه الميناء اتصلت بلادنا منذ القدم ببقية مدن العالم، وتمكنت من التبادل التجاري مع تلك الدول، وخاصة قارة آسيا. في القرن ال19 ميلادي كانت سواكن من إحدى مدن السلطنة العثمانية تركيا. امتازت سواكن بمبانيها العالية الجميلة. كانت هذه المدينة تستقبل جنسيات مختلفة من الناس، وقد استقر بعضهم فيها وصاروا من أبنائها. لم يكن تبادل تجاري ما تهم بسواك فقط، فقد أشرفت فيها شمس العلوم والأدب والتاريخ والتجارة. وفي هذه المدينة وفي حوالي 1905 ولد أحد أبنائها المشهورين بحب العلم والقراءة، هو الأستاذ الكبير عبد القادر أوكيل، الذي تعلم في مدرسة سواكن ابتدائية متوسطة، ثم التحق بعد ذلك بكلية غردون التذكارية وأكمل فيها تعليمه، ثم عمل معلما ثم محاضرا وكاتبا ومترجما. وكانت قدراته كمترجم وحل أعداء كثير، وتم اختياره ومترجما وكانت قدراته كمترجم محل إعجاب كثيرين. ثم اختار درس اللغة الإنجليزية في كلية غردون التذكارية مع أستاذ محمد صلاح صاحب نشيد نحن جند الله. في عام 1936 انتدب العمل في كلية أبناء السلاطين في مدينة عدن في جنوب اليمن، وقد شغل في أخريات حياته وظيفة ملحق الثقافة بجمهورية السودان في مصر، وقد غادر الدنيا في أوائل الثمانينات القرن الماضي. ومعنى كلمة ميناء ما تفهم، اذكر اسم ميناء السودان الحالي والسودان. لماذا غير ميناء السودان ميناء السواكن؟ عدم وأمس سواكن سفن كبيرة. اذكر متى به السواكن. اعتبار تجاري. متى ولد سيد عبد القادر أوكيل؟ 1905. اذكر اللغات التي كان يستخدمها الأستاذ أوكيل. العربية والإنجليزية. يعمل الأستاذ أوكيل معلما خارجي. متى كان ذلك وأين؟ 1936 في اليمن. ما آخر وظيفة أدخلتها الأستاذ أوكيل؟ الملحق